السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم فيديو جديد ويوم جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايب قلب ام بيسان، قبل ما نبدا الفيديو اللي لسه مشتركش في القناه ينزل يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل فيديو جديد انا بعمله، وكمان تحطوا لي اللايك اللي بيشجعني ان اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر، وتكتبوا لي كومنت حلو. النهارده يا اخواتي قررت ان انا اغير نظام الريسبشن عندي. طبعا انتوا عارفين ان الريسبشن عندي يعني مفتوحين على بعض، السفرة والصالون مفتوحين على بعض. فهو يا جماعة بصراحة ما كنتش حابة اصلا منظر ترابيزة السفرة كده خالص، وحاولت اني اغيرها كذا مرة وللاسف معرفتش، يعني معرفتش احطها فين. فقررت ان انا اغير اوضة السفرة كلها، يعني اجيب السفرة مكان الصالون والصالون مكان السفرة. طبعا هو يعني كانت فكرة حلوة جدا، بس كان تعب عليا جدا، لاني طبعا لوحدي. اي نعم محمد معايا وساعدني في حاجات كتير جدا، بس لوحدي ان انا اشيل اللي هو الصيني والكوبايات والاطباق من النيش، وارجعهم تاني، فكان تعب عليا قوي. بس الحمد لله عدت على خير. المهم يا جماعة بقى ان انا اول حاجة عملتها، جيت هنا شلت كل اللي كان في النيش. شلت النيش كله، الحاجة اللي كانت في النيش كلها، وحطيت كل حاجة، كل رف يعني. الرف الأولاني حطيته في طبق، الرف التاني جبت له طبق برضو، يعني ايه عشان برضو منساش ده كان فين وده كان فين. وانا للأسف نسيت اعمل حاجة مهمة جدا، ان انا اصور النيش يعني وهو مرصوص. زي ما قلت لكم يا جماعة ان انا نسيت اصور النيش وهو مرصوص، فده كان غلطة انا عملتها، لان كانت هتسهل عليا كتير قوي، وانا اما اجي ارص يعني ارص بسهوله. بس للاسف بقى انا شلتهم ومن غير ما اصورهم، فلما جيت رصيت اي حاجه بقى. هتشوفوا برضو اما انا اما جيت ارص عملت ايه. المهم يا جماعه زي ما قلت لكم بقى ان انا جبت كل رف وحطيت كل رف يعني في طبق، علشان برضو ما انساش ده تبع ايه وده تبع ايه، لان انا اصلا يعني ما بشوفش الحاجات دي كتير بصراحه. يعني هما مقفول عليهم دايما، فانا عيني مش بتيجي عليهم دايما يعني، فانا بنسى ده مع ايه وده مع ايه، فعشان كده حطيت كل حاجه فيهم في طبق. وطبعا كان عندي ازمه في الاطباق، لان انا عاينه كل الاطباق عندي اللي هي البلاستيك، انا مطلعه طبقين بس كبار، وعاينه كل الاطباق الكبيره تحت السرير. فطبعا استنيت لغايه ما محمد جه من الشغل علشان يطلع لي الاطباق من تحت السرير. هنا بقى في الفضيه اهو يا جماعه، بصوا الغلط اللي انا عملته في النيش ما عملتوش في الفضيه. صورت دولاب الفضيه قبل ما اشيله، صورت كل حاجه، حتى انا شلت كاسين، قلت لا ارجعهم تاني علشان اشوف الرصه بالظبط. ولما جيت ارص تاني يعني طلعت بقى الصور من على التليفون ورصيته بسهوله جدا. المهم يا جماعه ان انا كنت بشيل الفضيه بالذات بحذر قوي، لانه كله كان كاسات. يعني عايزه اقول لكم ان الاطباق في النيش كانت محمله شويه، لكن الكاسات خفيفه قوي. انتوا عارفين اللي هو لو غصب عني وقع حتى في الطبق كان هيتكسر، فانا كنت بشيلهم بحذر جامد جدا. وبيسان كانت عماله طبعا تلعب لي في الحاجه اللي تحت، اللي في الفضية من تحت يعني، ووقعت اللي هي بس الحمد لله ان هي كانت معدن وما حصلهاش حاجة يعني، وقعتها كلها. هو لازم يا جماعة طبعا طالما بتشيله وبتحطه وكده لازم يحصل حاجة، الحمد لله طبعا. هنا بقى كنت خلاص قربت اخلص الدولاب الفضية كلها، وحاولت برضو على قد ما اقدر ان انا احط كل رف في طبق، يعني علشان برضو ايه منساش ده مع ايه مع ان انا صورتهم زي ما قلت لكم. وكمان كنت كل ما اشيل مفارش احطها برضو في الطبق اللي هي بتاع الرف ده، عشان يا جماعة انا زي ما قلت لكم ان انا لوحدي، وكنت هرص كله لوحدي تاني، فكان الموضوع صعب عليا جدا. محمد بقى ساعدني كتير بصراحة، ان هو اللي بقى يشيل الاطباق، لان انا طبعا ما كنتش هقدر اشيلها. انا كنت بشيل الحاجات الخفيفة. ثانية يا جماعة بيسن واقفة جنبي ومش عارفة هي في ايه. كنت بشيل الحاجات الخفيفة بس، يعني الكراسي دي كانت خفيفة جدا، فقلت احولها في الأوضة. وشلت طبعا سجاد الصالة كله شلته. وبفكر يا جماعة ان انا ما فرشوش تاني، مش عارفة، بس الجو ساقع اول يومين دول، يعني انا هاجي اشيل السجاد في الجو الساقع ده. بفكر افرش الحفاظات بقى، واسيب السجاد عشان يتغسل ويتفرش على العيد. مش عارفة، بحاول اعمل كده. هنا بقى جيت اشيل الجزامة دي، لان خلاص ما عادش لها مكان في الصالة خالص، مش هينفع يعني تتحط في الصالة.
هنا بقى جيت شلت طبعا الحبل اللي انا كنت لافه بيه الفضيه. طبعا كنت لافاه عشان بيسان وهي صغيره كانت بتفتح الادراج دي وما كانتش بتريح نفسها خالص. المهم بقى ان انا جيت هنا، طبعا الاطباق كانت خلصت خلاص. فحطينا بقى، نقلنا ترابيزه السفره تحت التلفزيون. في جماعة أي أصوات تسمعوها هو أصوات بسان، فكأنكم مش سامعينها أصلا. هي حواليا ومش راضية تنام. المهم يا اخواتي ان انا حطينا ترابيزة السفرة تحت التلفزيون في المكان، يعني تحت التلفزيون في اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وجود بيسان حواليا بجد مدوخني. هتشوفوها يا جماعة احنا حطيناها فين حالا. وحاطين عليها بقى الصيني اللي كان في البار، عشان ما كانش له اطباق زي ما انا قلت لكم. طبعا هو كان تعب جدا اليوم ده، وتعبت جدا جدا جدا، وخلصت يجي الساعة 2 بالليل كده. فكان تعب أوي، وكانت كمان بيسان حواليا وهي ازاز وصيني وكده، فكنت خايفة عليهم جدا، وخايفة على بيسان برضو لانها هي يعني لو عملت اي حركة غلط ممكن تتعور لا قدر الله. المهم بقى ان اهو يا جماعة شفتوا مكان السفرة حطيناها فين لغاية مؤقتا، يعني لغاية ما نخلص. المهم بقى ان نقلت كل حاجة، حتى الانتيكات اللي كانت محطوطة على البار، اللي كانت محطوطة على ترابيزة الصالون. فنقلنا كله هنا يعني مؤقتا برضو لغاية ما اشوف انا احطهم فين. بصوا يا جماعة بقى، شلنا الكنب اللي كان محطوط هنا، يبقى فاضل بس الكنبة دي والبار برضو والفضية فدا يا جماعة، وكل حاجة فضت خلاص، والجزمة دي حالا تدخل جوه. الدنيا عندي في الشقة ما كانتش احسن حاجة، كانت الشقة على بعضها. المهم بقى ان كنا مستنيين حماية يجي علشان هو اللي كان هيزق الحاجة مع محمد. طبعا انا ما كنتش هقدر ازق، طبعا هما زقوا البار اهوت، والنيش كمان خلاص اتزق، وجابوا الكنبة برضو هنا. طبعا انا حاسه ان النظام كده احلى. بقول لكم ان الحته الفاضيه دي طلعت ان هي فاضيه قوي، فعايزه حاجه تيجي تشغلها. مش عارفه اجيب ايه لغايه دلوقتي، لسه بنفكر نجيب ايه. بس بصوا بقى النظام بقى كويس جدا، ومش عارفه انا ما عملتش كده من الاول ليه. حتى الفضيه بانت، النيش بان، مش عارفه كل حاجه حاسه ان هي بانت قوي. المهم بقى يا جماعه ان احنا هنا خلاص نقلنا كل حاجه، ومهمه محمد خلصت. وطبعا والله كان لسه برضو بيساعدني في حاجات، يعني حاجات كانت عايزة تتشال، حاجات كانت عايزة مش تتصلح، يعني ايه، يعني حاجات كانت عايزة تتعمل، يعني محمد هو اللي عملها. جيت انا هنا بقى مسكت الملمع الخشب ولمعت البار كله، شلت المفارش دي ولمعته كله. طبعا انا كنت هفرش المفارش دي تاني، بس هي وانا بشيلها كانت بتتقطع، مش عارفة ليه. هل هي بقى من كتر ما هي من الركنة مثلا، مش عارف. المهم بقى ان انا مسحت كل البار كويس جدا. طبعا انا ما عملتش كله في يوم واحد، يعني انا مسحت كل حاجة، البار، الفضية، بملمع الخشب، وبالملمع الازاز كمان مسحت برضو من جوه ومن بره. بس طبعا ما رصيتش في اليوم ده، لاني خلاص زي ما قلت لكم ان انا كنت مخلصه الساعه 2 بالليل. فكنت خلاص تعبت، وسان كمان كانت نامت، فما كنتش عايزه اعمل ازعاج حواليها. لا هي لغايه دلوقتي كانت لسه صاحيه، بس لما نامت يعني ما حبيتش اعمل ازعاج حواليها علشان هي كمان ما تصحاش، لان برضو بسان نومها خفيف قوي، اللي هو لو عديتي كده من جنبها تصحى. فانا وهي نايمه خلاص ما بحبش اعمل حاجه يعني، او اعمل حاجه بدوشه يعني. المهم بقى اني قلت بالمره طالما بدات في حاجه انهيها للاخر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جماعه انا تعبت من كتر الكلام. انا حاسه ان انا لما بقيت بتكلم كتير بقيت بتعب قوي، مش عارفه ليه. هل هو ده من الحمل ولا ايه؟ مش عارفه. المهم يا جماعه ان انا قلت لمع كمان كراسي السفره، كراسي الصالون لمعتهم كلهم. لمعت الاربع كراسي والكنبه الكبيره برضو لمعتها. وسبت بقى بصراحة الطقطقات دي اللي هي اللي جنب الكراسي دي، سبتها لتاني يوم، عملتهم تاني يوم بصراحة. جيت هنا بقى قلت كمان لما محمد كان كان منور نور البار عندي والنيش بيولعوا ليد كده، فبيبقى شكلهم حلو قوي والاضاءه مثلا مطفي، يعني لو النور كله مطفي فهم بيعملوا اضاءه حلوه قوي في الشقه يعني.
المهم بقى يا جماعه اني لمعت كل البار كله من بره ومن جوه، وقلت يبقى على الرص بس، يعني تاني يوم رصيته بس ما مسحتش حاجه تاني. لكن النيش لمعته وعملته تاني يوم. هنا بقى محمد كان بيزق شويه البار ورا لانه كان طالع بره قوي، كانت الستاره حيشان ان هو يرجع ورا. المهم بقى يا جماعه ان هنا كنت خلصت، وقولوا لي برضو ايه رايكم في التغييرات اللي انا عملتها، هل هي حلوه مش حلوه؟ قولوا لي رايكم، وهقرا تعليقاتكم. واستنوا برضو فيديو رص النيش والبار والفضيه، هيعجبكم جدا باذن الله. جماعه، وحطوا لي اللايك، اوعوا تنسوا تحطوا اللايك. عايزه اقول لكم بقى ان انا كنت خلاص هنا، كنت بخلص خلاص يا دوبك خلصت البار ودخلت نمت في ثانيه، ما قدرتش اكمل اكتر من كده. عايزه اقول لكم بقى يا جماعه ان انا عشان اروق الدنيا كده واشيل كل حاجه من الصاله اللي هي الانتيكات والحاجات، اوضه الاطفال عندي تضرب تقلب. انا بجد حاسه ان انا داخله على معركه الايام الجايه اللي هو مش عارفه انا هخلص فرش رمضان امتى. جماعه ادعولي بجد اني اخلص لاني تعبت قوي، وحاسه ان الدنيا مش بتجري كده. محمد هنا بقى كان عمالي زي ما قلت لكم يصلح شويه حاجات في الشقه، وكان الباب كان عايز يتزيت فزيته، فهو ايه استغل الدنيا ان احنا الدنيا مبهدله عندنا وقال يعمل بالمره. بصراحه هو ساعدني جدا، ومن غيره طبعا ما كنتش هقدر اعمل اي حاجه، لان هو اللي ساعدني في شيل الحاجه التقيله.